السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. قبل ما نقول الفيديو بتاعنا النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بشكر كل اللي بيشترك في قناتي وفي صفحتي، ربنا يا رب يرزقكم جميعا من حيث لا تحتسب. عايزة اقول لكم على حاجة، زي ما انتوا شايفين كده انا تملي لازم احط حاجات خضرة، اي حاجة خضرة عندك، بقدونس، جرجير، ورق الفجل، اللهم صل عليك يا نبي، ورق اللفت، الأهم كمان البصل الأخضر عروقه. الحاجات دي كلها حاجات مفيدة جدا وبتساعد على الهضم وفيها فيتامين عالي جدا بيحتاجوا التاني. كمان لازم احط بواقي الاكل، وده شيء يا جماعه في ناس تقول لي عك ايه. انا عايزه اقول على حاجه، هو احنا ليه بنربي؟ مش عشان نلم بواقي البيت؟ مش الحاجه اللي احنا بنرميها في الزباله دي طيورنا بتاكلها، فعشان كده احنا بنربي. يقول لك عك ايه يا عم؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طب هنودي الاكل ده فين؟ نرميه يعني في الشارع؟ دي حاجة. تاني حاجة ان هو اصلا اكل مفيد جدا، بيبقى بواقي رز، بواقي طبيخ، بواقي بصل، كل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. كمان انا جاي النهارده عشان اقول لكم على حاجة تانية اهم. انا قلت يا جماعة على كزب الفول، كزب الفول او كزب الارانب. كزب الفول او كزب الارانب يا جماعه، فول يعني فيه بروتين، يعني فيه فيتامينات، يعني الناس اللي بتحب تزغط ما تزغطش. حطي الحاجات دي، اسعارها مناسبه جدا. كزب الفول يا جماعه من الحاجات المهمه جدا، اللي انت لو حطيتيه من اول 10 ايام بعد الترم ما يتم معاكي 10 ايام افضلي حطي فيه، يبقى انت زغطي تزغيط طبيعي. تمام. كزب الفول او كزب الارانب احنا بنحطه للطيور ليه؟ لان هو مفيد جدا جدا. يعني انا بحط، بصوا يا جماعه، في تربيتي انا، طريقتي انا في التربيه، ان ما كانتش التربيه هتوفر معايا انا مش هربي. يبقى ايه المكسب؟ ايه العائد ان انا اربي واتعب نفسي وهي ما فيهاش توفير خالص؟ دي حاجه. تاني حاجه، ان انا لما بقول لك على حاجه بقول لكم على حاجه يا جماعه والله مجربه. كزب الفول او كزب الارانب من الحاجات المهمه جدا، بيقولك فيها فيتامين وبروتين عالي جدا. انا بقول معلومه ببقى جايباها من مصدرها، من مهندس بيربي عنده مزرعه، بيشغل في وزاره الزراعه. كمان لما قال لي على التبن، انا والله قايل لي ان التبن مفيد جدا للبط، هما بيحطوا لي المواشي، واللي عشان تحطي تبن ما تحطيش الا التبن الاخضر. انا كنت بقول لكم المعلومه دي، فناس جات لي فيها تعليقات كتير وتقول لي ده غير صحي، اما ليش دعوه. انا بحطه، زائد ان انا عن تجربه كذا دوره بط حطيت، انا حطيته، معلش كان الفيديو فصل مني، لكذا مرة عملت فيها تربية بط، يعني ربيت دورة بط، احط فيها التبن، ابص الاقيه ما شاء الله الله اكبر جايب نتيجة هايلة جدا معايا. بخلط التبن مع الدشيشة ومع الردة ومع العلف ومع الفول المدشوش، ومع البسلة المجففة. الحاجات دي كلها بخلطها مع بعض بنسب معينة، ما شاء الله الله اكبر بيجيب معايا نتيجة حلوة. بس طالما ما اذاش الطير بتاعي وما شاء الله جاب نتيجة كويسة، خلاص انتهى. اما بقى ان انا بيحطوا لي المواشي عشان حاجة معينة والبط لا لا، انا بحطه بقى، بحطه والحمد لله رب العالمين النتيجة هايلة. جربي جربي ومش هتخسري حاجة، ايه المشكلة يعني؟ طالما مش هيأذي طيورك، وهو بالصلاة حبيبك المصطفى زي الفل، الحمد لله رب العالمين. ده اللي كنت عايزة اقوله لكم النهاردة. حطوا الحاجات دي هتوفر معاكم كتير مع بواقي اكل البيت. الناس بقى اللي هي بتفصل العلف فجأة، لا اوعي تفصليه فجأة، بنفصله بالتدريج. بنخلط، بحط القمح والحمد لله النتيجة هايلة جدا، بسلقه وبنبته. والشعير نفس القصه، والحمد لله الفراخ عندي بتكبر حلوه قوي، هصور لكم عندها. والبط الحمد لله النتيجه هايله جدا. اتمنى بقى ان انتوا تتابعوا فيديوهاتي واعملوا اللي بقول لكم عليه، طالما حاجه مش هتضر وحاجه هتفيد، ايه المشكله؟ والاسعار الحمد لله مناسبه جدا جدا جدا، واوفر بكتير، وبيكبر لك الطير قبل اوان. وتابعيني في فيديوهاتي، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.